السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أصدقاؤنا المشاهدين والمشاهدات. وحلقة جديدة من برنامجكم الشيق يحكى أن كان يا مكان في قديم الزمان، كان هناك ملك يعيش في قصر كبير وجميل، وكان لديه بنت واحدة شديدة الجمال، إلا أنها كانت مغرورة بجمالها، وقد تقدم لها الكثير من الرجال للزواج، لكنها كانت ترفضهم جميعا، وتقول لا يستحق هذا الجمال أي رجل. وفي مرة تقدم إليها أمير من أجل الزواج، وكان اسمه صالح، وهو وسيم وجميل وشجاع أيضا، لذلك كان متأكد بأنها ستوافق عليه، لكنها لم ترفضه فقط، بل أنها لم ترضى أن يراها أصلا. وهنا قرر الملك أن يعلمها درسا مهما، وقال أنه سيزوجها أول رجل فقير يدخل القصر. وبعد أيام جاء رجل فقير إلى القصر، وكان يطلب المساعدة فقط. فناداه الملك وقال: أنت يا هذا، أريد أن أزوجك ابنتي. لم يصدق الرجل نفسه، ونادى الملك على الأميرة وقال لها لقد زوجتك هذا الرجل، هيا اذهبي معه. أخذ الفقير زوجته وهو لا يملك أي مال ولا حمار، لذلك جعلها تمشي معه مسافة طويلة جدا. ظلت الأميرة تمشي حتى تعبت، فقال لها هيا اسرعي حتى نوصل إلى الكوخ الذي نعيش فيه. ومر بغابات واسعة وكبيرة. فقالت له لمن هذه الغابات؟ قال لها: هي للأمير صالح. شعرت الأميرة بالندم الشديد لأنها رفضت الزواج من صالح. ثم مشت الأميرة لساعات طويلة، حتى امتلأت عيناها بالدموع من شدة التعب. وفي أثناء سيرها مرت بمزارع جميلة وكبيرة للقمح والشعير، فسألت زوجها لمن هذه المزارع؟ أجاب الزوج الفقير: هي للأمير صالح. ازداد حزنها وندمها لأنها لم توافق عليه. واستمرا في المشي والأميرة تبكي. فمر بمزرعة كبيرة للخيول والأبقار، فسألت زوجها: لمن هذه المزرعة؟ أجابها أيضا صاحبها هو الأمير صالح. فأخذت الأميرة المغرورة بالبكاء بصوت عال جدا، فقال لها ألست أنا زوجك؟ فقالت له بصوت باكي: نعم نعم. فقال لها وأنا فقير، لا تسأليني عن شيء بعد. ولا بد أن تكوني راضية بحالنا. وبعد 4 أيام وصل إلى الكوخ الصغير في الغابة. قال لها: هذا هو بيتنا. وأضاف هيا قومي بتنظيفه وأعدي لنا الطعام. وأيضا لا تنسي أن تقومي بغسل الملابس. لم تصدق الأميرة نفسها، وكانت تظن أن هذا حلم أو كابوس، وأنها ستستيقظ في أي لحظة. إلا أنها في اليوم التالي سمعت زوجها يقول: هيا لابد أن تساعديني في بيع البضائع. أخذت الأميرة البضاعة إلى السوق، وبينما هي جالسة في السوق لبيع البضائع، جاء فارس بسرعة شديدة وقام بتكسير البضائع وتحطيمها. شعرت الأميرة بالصدمة، وأيضا الخوف الشديد، لأن زوجها قد يوبخها، لأنها حطمت البضائع التي سيحصلون بها على المال. يا ترى ما الذي ستقوله لزوجها؟ سنعرف ما الذي حدث مع الأميرة، لكن بعد فاصل قصير. لا تذهبوا بعيدا يا أصدقاء. فاصل ونواصل. أهلا ومرحبا بكم مجددا أيها الأصدقاء. عدنا لكم لكي نواصل حكايتنا. قبل الفاصل تحدثنا عن صدمة الأميرة،
وحزنها الشديد على تحطم البضاعة. فعادت لزوجها حتى تخبره بما حدث. وبعدما حدثته بذلك وهي خائفة، قال لها: لا تخافي ولا تحزني، فعندي خبر سيفرحك جدا. قالت له الأميرة بتلهف: وما هو؟ أجابها بأن الأمير يحتاج إلى خادمة، وقد قمت بترشيحك لهذا الأمر، لذلك عليك أن تذهبي إلى هناك. ذهبت الأميرة إلى القصر، وبينما هي واقفة في المطبخ إذا برجل جميل الملابس يمر بها، تطلعت إلى وجهه طويلا، فإذا هو زوجها نفسه. قالت له: ما هذه الملابس الجميلة؟ من أين أتيت بها؟ بل ما الذي أتى بك إلى هنا؟ نظر إليها ولم يجيبها، وقال لها: تعالي معي. فأخذها إلى قاعة كبيرة، وكان بها عدد كثير من الضيوف، وفي مقدمتهم والدها الملك. ثم قال لها: أنا هو زوجك صحيح؟ قالت له: بالتأكيد. فأضاف: وأنا هو الأمير صالح، الذي تقدم إليك ورفضت رؤيتي، وأنا الذي أمتلك كل تلك الأراضي، وكل تلك المزارع والأملاك، وأنا الفارس الذي مر عليك في السوق، وجاء مسرعا وحطم بضاعتك، وأنا الرجل الفقير الذي جاء إلى القصر، وأصبح زوجك فيما بعد. وفعلت كل ذلك بالاتفاق مع أبيك، حتى تتعلمي درسا مهما في حياتك، وهو أن تكوني متواضعة ولا تتكبري على الناس. وبعد أن تعلمت الدرس وأصبحت متواضعة، ها أنا اليوم أقيم لك هذا الحفل الكبير لنحتفل بزواجنا مع والدك. ففرحت الأميرة فرحا شديدا، وقالت لهم: هذا درس لن أنساه. بالمناسبة يا أصدقاؤنا الأعزاء، هذا كان عنوان حكايتنا لهذا اليوم. صحيح يا عبد السلام، درس لن أنساه. نعم يا موفق، جعلناه في نهاية الحكاية من باب التشويق يا أصدقاء. وفي النهاية تعلمت أميرتنا الدرس، وأصبحت متواضعة جدا مع كل الناس. كل ذلك بعد هذا الدرس الجميل. وهكذا انتهت حكايتنا لليوم. لكن ماذا عن الدروس المستفادة يا موفق؟ نعم يا عبد السلام، لابد أن نخبر أصدقائنا ببعضها. أجل يا موفق، ومنها عدم التكبر، والتكبر خلق سيء وصفة ذميمة، فالتكبر ليس من صفات المؤمن، والله سبحانه وتعالى لا يحب المتكبرين. أيضا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم لا يحبه، بل أن المتكبر يحرم من دخول الجنة. أما التواضع فهو خلق حسن ومن صفات المؤمنين، ومن يتحلى بها يكون محبوبا بين الجميع. والتواضع يقربك من الله سبحانه وتعالى، فالله يحب العبد المتواضع، والناس يحبون الشخص المتواضع. أيضا هو أسباب القرب من الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا من أسباب دخول الجنة. وأيضا تعلمنا من حكايتنا عدم الإصرار على الخطأ، فالأميرة كانت مخطئة بتكبرها، وكان الناس لا يحبون فيها ذلك، بل كانوا يتفادونها ويبتعدون عنها، لأنها تتكبر على الناس وتخاطبهم بغرور. لكن لما عرفت خطأها لم تتمادى فيه ولم تصر على الخطأ، بل اعتذرت وأصلحت من نفسها. وكذلك كل إنسان لابد من أن يعترف بخطئه ويصلح من نفسه ويتواضع أمام الناس ويكون إنسانا صالحا. حسنا، ماذا عنكم أيها الأصدقاء؟ هل استفدتم من هذه الحكاية؟ أرسلوا لنا تعليقاتكم ومشاركاتكم على رقمنا وعلى مواقع التواصل الاجتماعي لشبكة سلام الإعلامية. حسنا يا أصدقاء، على أمل أن نلقاكم في حلقة قادمة وحكاية جديدة ومشوقة. هذا صديقكم موفق ناصر وعبد السلام ناصر، نحييكم وننتظركم في الحلقة القادمة.
في أمان الله وحفظه. إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.